السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يوم جديد، روتين جديد، يلا بينا النهاردة كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. في البداية كده برحب بيكم وبتمنى لكم يوم سعيد النهاردة، يكون يوم كله خير وبركة ورزق وراحة بال. اللهم امين يا رب. حبايبي واخواتي، يلا بينا كده. طبعا دي كيكة شاتوه حبيبة كانت عاملاها، لسه ما قطعناهاش، فقلت لما اخدكم بسرعة كده الحق لقطة منها. هي لسه عاملاها دلوقتي، فيلا بينا كده ايه نقطعها مع بعض. بس هنستنى بس تبرد سيكه، ولا اخدها معاكم كده ايه، نقطع حته كده منها ونكمل احنا بعد كده بقى الروتين بتاعنا. هي سخنه، هتلاقوها بتدخن دلوقتي، لسه طالعه من النار اهي. بصوا شايفين مدخنه اهي لسه اهي. هاتي طبق كده يا حبيبه. تعالوا نفطر مع بعض ونعمل روتين النهارده كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. شايفين؟ نعمل قهوة، نشرب شاي. انا مبقتش بشرب شاي بصراحة، بس ممكن نعمل كده معاها فنجان قهوة، ونبدأ كده نشوف احنا يومنا هيمشي ازاي مع بعض. بسم الله اهي. عدلي كده اهي يا جماعة، عمايل ايدين حبوبة، بس لسه سخنة بتطلع دخان اهي. هنكمل اليوم مع بعض ونشوف الروتين بتاعنا هيمشي ازاي النهاردة. وما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل، وربنا يا رب ييسر الحال. شو يلا بينا بقى نكمل مع بعض. اهلا اهلا يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. طبعا عملت لكم مقدمة كده بالصوت الطبيعي، ودلوقتي تعالوا نتكلم مع بعض علشان انا محتاجة ان انا اتكلم معاكم واقول لكم على اللي حصل بالظبط معايا واللي حاصل حاليا في قناتي وايه اللي بيحصل فيها. إيه، طبعا انا نقلتكم على القناة دي لان انا خايفة بعد كده ما القاكوش. فاهميني؟ يعني لا قدر الله يا رب، لا قدر الله لو المشكلة ما اتحلتش انا مش هعرف الاقيكم تاني، يعني لسه هبدأ من الزيرو. واخدين بالكم؟ فانا ما عنديش اي حل تاني خالص غير ان انا اجمعكم في قناة تانية نتكلم فيها مع بعض، نصور فيها مع بعض، وربنا يستر بقى وايه ويعدي الايام دي على خير وتتحل المشكلة. باختصار كده، هي في حاجة كده اسمها رقم التحقق، او اللي هو شبه البين كود كده. انا الرقم ده ولا جالي ولا عندي الخانة بتاعته ولا الهوا. يعني اي حد فاتح قناة لازم يجيله حاجة اسمها البين كود. انا ما جاليش، وانا طبعا ده شغلي، فالمفروض ان انا فاهمه انا بعمل ايه. فقلت خلاص انا هفعله بالبطاقه الشخصيه، ولكن اترفضت. ومفيش اي خانه تانية خالص تقول ان انا يعني احط البيانات بتاعتي وتتقبل عشان بعد كده اربط حساب والكلام ده كله. لا، ما عنديش اي الخانه دي مش موجوده عندي. فاشتغلت عليها كتير بحيث ان انا اعرف اظبطها وكده، لكن للاسف لسه ما وصلتش لاي حل. فاصبح ان انا كده بقيت متردده، مش عارفه اللي انا بصوره وبشتغل عليه ده ممكن في ثانيه كده ما اعرفش اكمل فيه. او لا قدر الله بعيد الشر يا رب، هل ممكن يوتيوب يقفل القناه؟ هل طول ما انا بقى قاعده اقول خلاص يا ايمان، يعني هو واضح ان يوتيوب بقى خلاص ادالك ظهره. فحقيقه يعني جات لي الفكره دي. القناه اللي معايا دي اللي هي اللي انتوا عليها دلوقتي دي معايا من زمان قوي. كانت قناة اصلا واقفة ربح ومتباعة من زمان خالص. انتوا عارفين ان انا بشتري قنوات وببيع والكلام ده كله، ده يعني من ضمن شغل. فكانت القناة دي موجودة عندي على اللابتوب، فقلت خلاص هدخل لكم من خلالها بدل ما اعمل قناة جديدة. وربنا يستر عليها برضو، لان الارباح بتاعتها برضو معرفش فيها ايه او ايه المشكلة اللي فيها. بس حتى لو فيها مشكلة دي سهلة، يعني المشكلة اللي على القناة دي بسيطة، مجرد بس ان الريتش يعلى شوية. فانا محتاجاكوا يعني بجد بجد، يعني انا بطلب منكم وانا عندي حسن ظن فيكم طبعا، وقبلكم طبعا حسن ظن في الله ان ربنا ان شاء الله مش هيضيع تعبي ابدا. ان انا بجد انا حاسه هنا ان انا غريبه. سبحان الله يا جماعه، القناه دي زي ما يكون كده، عارفين لما تكوني فاتحه محل او مثلا عامله مشروع وبتنزلي كل يوم تروحي. يعني مثلا نفترض مثلا انت فاتحه محل، مثلا يعني محل مثلا ادوات منزليه، محل ملابس، ايا كان. كل يوم بتروحي تقفي في المحل بتاعك وتشتغلي، واللي ربنا يقسم لك بيه بيكون. وخلاص الناس اتعرفت عليكي فيه، وانتي عرفتي الناس من خلاله، فبقى حاجة منك كده. على فكرة اللي بيسمعوني وعندهم قنوات عارفين انا قصدي ايه، يعني او حاسين بالاحساس ده. فجأة كده تلاقي نفسك المحل بتاعك ده انتي بتقفي فيه على الفاضي، وحاسة ان هو ممكن في ثانية يتسحب منك. فللأسف الشديد يعني اضطريت ان انا زي ما نكون كده بنقول ايه، اغير المكان.
والمكان ده غريب عليا، لسه مش عارفه اتعود عليه، لسه مش عارفه هل اصلا هعرف اتاقلم فيه ولا لا، هل انتوا هلاقيكوا هنا ولا لا، لان انا مجرد بوست على المنتدى حطيته و... والحمد لله في منكم جه، بس طبعا البوستات بتاعت المنتدى دي مش بتوصل لكل الناس. فاذا تكرمتوا عليا واذا حابين ان احنا نكون مع بعض، يا ريت تشيروا القناه، يعني تعملوا مشاركه كده للفيديو على الواتساب عندكم، لاصحابكم لاخواتكم، يعني لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. ربنا يستر ان شاء الله، ييسر الحال. انا بحبكم جدا جدا، واي حد بجد بيكون معايا وفي ظهري كده انتوا فعلا اخواتي، ربنا ما يحرمني منكم. لو حد بعتلي او حد كلمني او اي حد بس اطمن عليا، انت على دماغي من فوق. سامحوني لو ما كنتش يعني عارفه اتواصل معاكم الفتره اللي فاتت، بقالي تقريبا 15 يوم 20 يوم حاجه زي كده، فهو غصب عني. اكيد يعني انتوا عارفين ان انا فاتحه القناه دي مصدر رزق، فاكيد انا مش هقفل مصدر رزقي واكل عيشي بمزاجي. لكن كل شيء انا الحمد لله الحمد لله راضيه بيه جدا جدا جدا، وعارفه ان ربنا ابدا مش هيضيعني ولا هيضيع تعبي. القناه بتاعتي انا كنت بصور فيها بحب، وبعدين فيها فيديوهات شقه الاسكان، وفيديوهات حلوه حلوه حلوه، انا كنت بحس ان انا وانا بصورها ان انا قاعده معاكم وبنتكلم سوا. فالحقيقه مش عارفه، انا كل اللي انا ملكته ان انا اطلع كام لايف كده، عملت تقريبا 2 أو 3 عليها، بس طبعا برضو الاشعارات زي ما تكون بتقف كده مش بتوصل ولا ايه، او مثلا الاقتراح نزل، ايا كان ربنا ييسر الحال، سواء كده او كده، او لو مفيش خالص فاعرفوا ان انا هكون سبتكم، وانا بحبكم جدا جدا، وانتوا اخواتي وصحابي، وفي ناس هنا حبايبي يعني يعتبروا يعني يعني حسسوني كده بماما، يعني حسسوني بخوفهم عليا وبكلامهم معايا وباحساسهم معايا كده ان مامتي موجوده لسه وبتطمن عليا وبتسال عليا وبتنصحني. فبجد انتوا كل واحده منكم ليها مني تقدير وتحيه كبيره جدا جدا جدا. كلمت كتير صدقوا قلبي وجعني. يلا الحمد لله. بصوا بقى حبايبي، طبعا انا ببارك لكل ولادي، كل اخواتي وحبايبي وولاد اخواتي اللي كانوا في ثانويه عامه. طبعا كان نفسي اكون معاكم على القناه التانية ونتكلم بقى ونعمل لايف ونشوف مين بقى اللي جاب مجموع ايه، وبس برضو المجموع ده مش هنتكلم فيه لان في ناس كتير قوي اتظلمت قوي 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 السنه دي، وفي ناس كده تحسوا ان الدنيا كانت ملخبطه قوي في التصحيح ولا ايه، ولا الناس دي كانت بتصحح بمزاجها. فبجد حسبي الله ونعم الوكيل لو كان في حد في ايده انه ينصف حد وظلمه، لان في ولاد طالعه منهاره بعد النتيجه ما ظهرت وواثقين 100% ان دي مش النتيجه بتاعتهم. فلو حد فعلا قصر في تصحيح فحسبي الله ونعم الوكيل فيه، ربنا مش هيسيب يعني. وربنا يا رب يكرمكم في اولادكم، واي حد ربنا هيكرمه هيدخل جامعه او هيدخل كليه يعني وثبت نفسه فيها، فهو احسن كتير جدا جدا من اي حد دخل كليه قمه وهو مش بمجهوده وهو واخد حق غيره. فاثبت نفسك في المكان اللي انت فيه، سواء في اي جامعة ايا كان، ان شاء الله هتدخل معهد ممكن تتفوق فيه وتجيب فيه امتيازات وتبقى معيد، تبقى احسن من اي حد، تبقى دكتور بعد كده في الجامعة، تبقى حاجة جميلة جدا جدا. وطبعا يا جماعة اللهم لك الحمد والشكر، ربنا بيدينا الرضا، ممكن نزعل في ساعتها شوية، لكن انا عندي عارفة حبايبي عندهم حسن ظن بالله، وان شاء الله ربنا هيجبركم في اولادكم يا حبايب قلبي. متزعلوش، الدنيا مش كلها ثانوية عامة ومش كلها جامعة ومش كلها كليات قمة. نفسي الجملة دي يعني الناس تنساها بقى. موضوع كلية القمة هي حلوة وبنفرح قوي ان ولادنا في كليات قمة وربنا كرمهم ورضاهم، بس قدر الله ما شاء فعل، قدروا ان ده ما حصلش فخلاص مش نهاية الدنيا ومش نهاية العالم ابدا. خلاص ربنا بيدي لكل واحد الحاجة اللي يقدر عليها. ما يمكن انا مثلا كان نفسي مثلا انتي قاعده مستنيه النتيجه وكان نفسك ابنك مثلا يجيب مجموع كبير قوي، لان انتي حاطاله صوره ان هو هيطلع مهندس، هيطلع دكتور، هيطلع اي حاجه من اللي انتي متصوراها ان هي حاجه كبيره قوي، ويدخل الكليه دي ويفشل فيها، ما يبقاش ناجح، ما يبقاش ليه قيمه. ما في دكاتره كتير يا جماعه زي قلتهم، بتلاقوا العيادات بتاعتهم بالفلاحي كده بتنش. هل دول كده ناجحين؟ بتلاقي دكتور سمعته زي الزفت، بتلاقي مهندس قاعد في البيت مش لاقي شغل. فصدقوني
المهم اللي بعد كده، المهم ان بعد كده ابنك هيعمل ايه، هيتفوق في مكانه وهيثبت وجوده ولا لا. وربنا يا رب يفرحكم باولادكم ويفرحني بيكم. انا بجد بحبكم جدا، لان زي ما قلت لكم انتوا اخواتي. انا قاعده مع اخواتي بتكلم معاهم وبرغي معاهم، بفضفض معاهم، وبيحسوا بيا جدا. وانا عارفه كويس جدا ان انتوا بتحبوني. كل اللي موجودين معايا على القناه الحمد لله هم اخواتي وبيحبوني جدا. عشان كده انا بتكلم معاكم بدون مونتاج. انا ما بكررش الصوت تاني وما بسمعش نفسي بعد ما بخلص الفيديو. يعني ما براجعش حتى الصوت، الا لو مثلا في جزء مثلا مني ظاهر او كده، فهو ده بس اللي بلغوش عليه وخلاص على كده. لكن بجد انا ببقى وسطكوا زي زي بنتكوا زي اختكوا. فربنا يخليكوا ليا. انا هنا بقى بصوا خدتكوا في دوكة، وانا طبعا يعني غسلت المواعين، كان عندي مواعين كتيرة جدا. كان مودي مش رايق امبارح فما غسلتهمش، فقلت الصبحية كده نغسلهم وخلاص. غسلتهم بعد ما فطرت بالكيك اللي بنتي كانت عاملاه. وهنا كده زي ما انتم شايفين برضو شلت الرخامة دي برضو علشان النمل زي ما قلت لكم قبل كده. الحمد لله خف من عندي جدا جدا. بحس ان انا لما كل يوم كده بكب مية وبغسل كده بحس ان هو بيخف. والحمد لله ما بقاش زي زمان خالص. يعني عندي ممكن الاقي كام واحدة كده بس مش اكتر. لكن كان الاول بيبقى خطوط خطوط كده يا جماعة ماشية على الرخامة، او ماشيه يعني على السيراميك كده زي ما انتم شايفين. لو انا واقفه على الرخامه بعمل حاجه الاقي خطوط من النمل ماشيه ورا بعضها، بصوا زي السرب كده. لكن سبحان الله دلوقتي خف جدا جدا مع الرش بقى والمداومه على الغسيل كده بالميه والصابون او الميه والبريل. بحس ان هو بينضف والحمد لله. بمجرد ما بتروقي الرخامات بتاعتك وتغسلي مواعينك خلاص المطبخ خلص، فاضل فيه ايه يعني؟ هتكنسي الارضيه وترجعي تفرشيها تاني او تمسحيها وخلاص المطبخ خلص بقى. وتقدري بقى تقفي كده باستمتاع تبدأي كده في عمايل الغدا. الله بجد احساس بيبقى تحفة. فالحمد لله والشكر لله يا رب. فبجد يا جماعة انا محتاجاكم هنا لحد لما زي ما قلت لكم لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وارجع بيتي تاني او ارجع قناتي حبيبتي تاني، وان شاء الله خير لعله خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. القناة بقى هناك ما يعني من الارباح طبعا زي ما قلت لكم. فاحنا ممكن مثلا بين كل وقت والتاني ممكن نطلع لايف مثلا كده، بس فيديوهات بتاخد مجهود كبير قوي قوي. ومش عارفه هترسى على ايه بصراحة. هل هعرف اعمل التحقق ده واثبت الهوية بتاعتي فيها ولا لا؟ مش عارفة. الحمد لله خير لعله خير. فاكرين القصة بتاعت لعله خير اللي انا كنت بحكيها معاكم دايما؟ انا دايما بفتكرها جدا. اي حاجة تحصل لي، اي دروب، اي مشكلة، اقول يا لعله خير لعله خير. حتى لما جيت الشقة دي كنت في دروب وكنت في شوية هموم كده، وسبحان الله كنت دايما اقول لعله خير. وسبحان الله الشقة دي احسن كتير والطف وجوها احلى، وسبحان الله فيها رزق كده وتحسوا ان هي كأنها وش خير عليا الحمد لله. فربنا يا رب ييسر لكم حالكم. وطبعا شقة الإسكان حبيبتنا كلنا بقى إن شاء الله برضو نصور فيها لما أرجع هناك. هبقى أصور لكم برضو شوية فيديوهات كده بإذن الله. لمعت كده وظبطت ومكنة القهوة مسحتها، وكمان برضو خدت طقم التوابل ده كده في إيدي. الطقم ده بقى معانا بصوا من بداية القناة الحمد لله ما شاء الله، يعني اللي أحسده يقع. فمعايا من زمان، بحبه جدا جدا وبحسه مختلف عن اي اطقم تانية، بالرغم ان هو عادي مش واو، بس انا بحبه وكمان انتوا بتحبوه. فبحب دايما كده اسيبه على الرخامة ومسحته كده ولمعت رخامتي وخلاص. هبدأ بقى ايه هقفل معاكم الفيديو ده لان مش عايزة اطول في فيديوهات تكون طويلة قوي على القناة دي، لحد بس كده لما الناس تتجمع فيها. وهنبدأ بقى نظبط الدنيا. عايزة اغسل الديب فريزر وعايزة اعمل الغدا. بس زي ما قلت لكم مش هطول هنا، يعني الفيديو هنا نخلوه اقصى حاجة كده 15 دقيقة لحد بس ما اخواتي يتجمعوا فيها، ويبقى الفيديو طويل تقدروا بقى ان انتوا تقعدوا معايا بقى فترة اطول. ولو حابين نطلع فيها لايف يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. انا بحبكم قوي قوي وبتمنى لكم كل خير. اشوفكم على خير حبايبي. هشغل بقى البخور عشان ننسى بقى كل الهموم بقى وكل الحاجات اللي الواحد عمال يفكر فيها دي. واشوفكم على خير مع الف سلامة. باي باي.